وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. في الفترة الأخيرة لقينا ناس كتير بتطلع تعمل رياكت على البنات بتاعت التيك توك، وشغالين يا معلم محسسنا ان كل البنات شياطين، مفيش ولا بنت كويسة، كلهم بيدوروا على الفيديوهات اللي هم يقدروا يعملوا عليها رياكت عشان يجيبوا مشاهدات، فطبعا بيدوروا على النماذج السيئة اللي يجيبوها عشان يعملوا عليها رياكت. انا يا معلم بقى النهارده جاي لك عشان اجيب لك النماذج بقى الجامده، النماذج الاساسيه، وهي دي النماذج الرئيسيه اللي بتدل على المصريين، هي دي النماذج المصريه اللي بجد. يعني انا النهارده جاي اكلمك على بنت عندها 13 سنه، البنت دي ختمه القران. مش بس كده، ده انت هتشوف فيديو ما حصلش لبنت عندها 13 سنه، وهي دي فعلا النماذج، وهي دي النماذج الاساسيه اللي موجوده في مصر. يعني بص كده البدايه بتاعت الفيديو بتاعتنا. والله انا متاخره جدا بجد. عاملين برنامج هنسالك كام سؤال كده، لو جبت هتكسبي ايفون 12 برو ماكس. مش عايزه، معايا 13. طبعا زي ما انت شايف، اول حاجه جه يتكلم معاها بيقول لها هنعمل معاكي لقاء، قالت له انا مش فاضيه، انا مستعجله، يعني الموضوع مش شاغلها اصلا، يعني مش محضره لاي حاجه. ثاني حاجه جه بيقول لها انت هتاخدي هديه 12 برو ماكس، قالت له لا انا معايا 13 برو ماكس، يعني حالتها الماديه كويسه، يعني مش مضطره ان هي تعمل اي شو. الموضوع بسيط جدا 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 جدا. وتعال نشوف بقيه الفيديو عشان انتوا هتشوفوا حاجات فعلا انت مش هتصدق ان دي طفله عندها 13 سنه. يا ربنا يزيدك، ادي لاي حد، ده اسئله دينيه يعني. انت بتثبتني؟ لا والله هي اسئله دينيه فعلا. خلاص ماشي. ايه هي اطول سوره في القران؟ السؤال سهل ده بجد. سهل بجد؟ طب قولي طيب. سورة البقرة. طب اطول ايه؟ ايه تدين في سورة البقرة. طيب اعظم ايه في القران ايه؟ اعظم ايه في القرآن؟ اعظم ايه؟ لا، آية الكرسي. ما شاء الله عليك. طيب هنصعب بقى السؤال شويه. في سوره في القران ذكر فيها 1000 نهي و1000 حكم و1000 امر، ايه هي؟ صعب السؤال انا عارف. هو ايفون ب 25000. هو انا عندي اجابه بس مش متاكده منها. طب خمنتيها بناء على ايه طيب؟ انا قلت سوره البقره. اشمعنى؟ لانها اطول سوره في القران، وانا كنت بحفظها. تحفظيها؟ بحفظها. حافظه قران؟ الحمد لله. تهزري؟ والله حافظه كام جزء؟ انا ختمه. ختمه ايه؟ والله ختمه القران. ما شاء الله عليك. طبعا شفنا الاسئله، شفنا اللقاء عامل ازاي. مش بس كده، انت هتشوفوا صوت دلوقتي يا جماعه، صوت ملائكي فعلا، طالع من واحده عندها 13 سنه لسه في بدايه حياتها، والجمال ده كله موجود في صوتها، فما بالك لما تكمل بقى على نفس الريتم دوت ونفس الشغل ده، وهي ما شاء الله 13 سنه وحافظه القران، ما شاء الله 13 سنه وحافظه الاحاديث. تعالوا بقى نشوف صوتها يا معلم عشان نحكم بنفسينا، وانتوا تحكموا بنفسيكم على الصوت الملائكي وعلى واحده عندها 13 سنه. وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا
وهي دي فعلا النماذج المصريه الاصيله، وهم دول بناتنا، مش الشغل اللي احنا بنشوفه والشغل بقى اللي كله عشان خاطر تجيب مشاهدات بتدور لي على نماذج سيئه تطلعها عشان تقدر تعمل عليها رياكت. طبعا مش حاجه كويسه، وده طبعا غلط، لان انت كده بتسوق سمعه البنات دي وتحسس الناس ان هي دي مصر. لا يا معلم، مصر انت اللي عندها 13 سنه، ودي نموذج واحد من نماذج كتير جدا جدا جدا، وانا ان شاء الله مسؤول ان انا اطلع لك النماذج دي يوم بعد يوم. وان شاء الله الفيديو ده بس توصلوه يبقى اعلى مشاهدات، لان عاوزين نوصل للناس ان هي دي مصر، دي النماذج الرئيسيه اللي موجوده في مصر. وان شاء الله الفتره اللي جايه هعمل سلسله عن البنات المصريه اللي تستاهل، البنات المصريه اللي تستاهل. اللي احنا بنشوفه ده في المية او نص في المية الاصل بتاع المصريين، دول بنات يعني لازم في كل مكان في الحلو وفي الوحش، بس احنا الحمد لله كمصريين عندنا الحلو جدا جدا جدا. وادي نموذج منهم 13 سنة، وشفتوا صح عامل ازاي، وشفتوا حافظه القرآن ازاي، وشفتوا بتجاوب على الاسئله ازاي، اصلا ان الموضوع ده اسهل حاجه بالنسبه لها. انتوا اخواتي حبايبي، طبعا ما ننساش هنعمل الفولو الجميل لو ما كنتش عامله فولو، طبعا اللايك لو عجبك الفيديو، وتكتب لي في التعليق فعلا الصوت ده اثر فيك والبنت دي اثرت فيك ولا لا، واعمل فيديو تاني عن نماذج زيها ولا لا. وطبعا الاكسبلور عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن، والناس تعرف والناس تشوف النماذج المصريه الاصيله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.